خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عشان كده التوحيد ده بيعلمك الرجالة، والله التوحيد يعلمك الرجالة، ما تركع إلا لله، ما تسجد إلا لله، ما تخاف إلا من الله، ما تتوكل إلا على الله، لا بتتوكل على حجاب، لا بتتوكل على ودعة، لا تتوكل على كمون. ده التوحيد. التوحيد بيخليك راجل، التوحيد بيخليك راجل، لكن الشرك يخليك تخاف من ضلك. والله الذي لا إله غيره. الليلة كم زول في البلد دي بيخاف من البرعي، بكم آلاف مؤلف يخافوا من البرعي. يقول لك ده يفتل الحنك، وده يعني بيعوج اللسان. يا أخي نجم لنا أوباما ده وريحنا، نجم لنا أوباما ده وريحنا، بس ما دايرين تاني أي مخلوق، بس اقتل لنا أوباما ده. يا أخي خليه ده يا أخي الحركة الشعبية لما خشت بكرشولة وين كانوا نايمين ناس البرعي ده؟ ما هم قالوا مصر المؤمنة بأهل الله، وقال لا ندعوك يا الله بجميع عباد الله أوتاد الأرض في القبل الأربعة. خشوا بجايب الجنوب، أنت كنت وين نايم؟ خالف كراع في كراع، قم يا عاطل دار تغش الناس. عشان كده ربنا قال لك في القرآن ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. انت يا زول مين هنا المحل ده؟ مين المحل ده هنا؟ النصيحة والله ما بتلقاها لا في زعت القوات زعت البيت السوداني، لا بتلقاها في الكوثر، لا في ساهور، لا في النيل الأزرق. شوف تخلي عقيدتك في الله، ما تحلف إلا بالله، ما تسجد إلا لله، ما تركع إلا لله، ما تتوكل إلا على الله، ما تذبح إلا لله. دار تذبح ما يغشوك، يقول لك الليلة حورية المكاشف، شيل الخروف وديه هناك الشكانيبة. هذول الغنماء خلقها الله تذبحها لغير الله. عشان كده ربنا قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. زي ما بتصلي لله اذبح لله، اوعى تذبح للمكاشفي ولا تذبح للصايم ديمة ولا تذبح للركاني ولا غيره من أئمة الضلال في هذه البلاد. نشروا التصوف ونشروا الشرك ونشروا البدع في الإعلام. محمد المنتصر الجزائري شغال، الركاني شغال، وما عارف لك عصام البشير شغال، وما عارف ثاني في واحد، كمية من أئمة الضلال شغالين. أول ما نيجي نتكلم هنا يقول لك ديل الله أعوذ بالله مساخيت. يا هذا المساخيت قلنا لك شنو؟ قلنا لك امسك في الله، أنا وأنت وكل الناس دي نمسك في الله، نتوكل على الله، نذبح لله، نحلف بالله، ندعو الله وحده جل جلاله، لا ندعو بشر، لا ندعو ولي، لا ندعو صالح، لا ندعو طالح، ولا ندعو رسول من الرسل. ده كلام الرسول ذاته، قال لك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نخلي كلام الرسول ونصدق كلام عبد الرحيم الزريبة أبدا. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. عشان كده هذا خليك نجيط، عقيدتك ما تتغشى في العقيدة، ما تتغشى كل خليك زي ما بتقلب الطماطم، طماطم جزيرة وحبة لون أحمر وكبيرة، وبتعذب القماش دي قماش سكروتة وما عارف لك دي بوليستر، بيعزل ما بيتغشى كل في القماش وفي الطماطم. أول ما يجي الدين يقول لك والله طبعا أنا خليت الغنى وخشيت الطريقة القادرية. يا زول أخير لك الغنى، والله خير الغنى من الطريقة القادرية بتاعت الشبت اللي اسمه اللمين ده. هنا بيجي في بيت المال اسمه اللمين، قال حواره تشيكسي ومحايته بيبسي وبخرته جركسي. يا ولد يا ولد مشيت حالك. ده اللمين ده الآن جو خش اليوتيوب، في ناس بيسجدوا لعاديين من دون الله، نسكت عليه، نسكت ما نتكلم فيه، والله ننظم فيه، والأبى الكلام في اللمين نتكلم فيه. تعال الشغلة دي في ناس ماتوا فيها عديل، الدعوة دي في ناس ماتوا فيها عديل. عشان كده متوقعين أي حاجة، تتوقع يضربوك ما في مشكل، ما في إشكال، في سبيل الله مرحب. تتوقع يقتلوك عديل في سبيل الله مرحب، لكن يقتلوك أنت بتدافع عن شيخ طريقة، تموت بتدافع لك عن وثن، بتموت بتدافع لك عن طاغوت. وربنا قال في القرآن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. دافع عن الدين
ودافع عن التوحيد، ما دافع لا عن البرعي لا صايم ديمة لا الريكاني لا غيره لا غيره، دافع عند ربنا. ربنا يوم القيامة لما يجيبك بيقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولو يا الله البرهاني ده خاصمني لما قلت للناس نادوا الله وخلوا البرهاني. التجاني ده يا الله خاصمني لما قلت له خلي التجاني وتوجه لي الله. والسماني خاصمني يا ربنا لما قلت له خلي السماني وتوكل على الله. عشان كده الناس تكون حريصة ما تتغشى في عقيدتك. عقيدتك دي أغلى حاجة والله. عقيدتك أغلى من روحك، عقيدتك أغلى من مالك، عقيدتك أغلى من أهلك. تقوم تضيعها تترك لك طريق بتاع الصوفية، والله الذي لا إله غيره. طرق الصوفية دي كلها طرق بتاع جهنم، ولا طريقة من الطرق دي بتوديك الجنة، ولا طريقة. قال الله عز وجل وأن هذا صراط ولا تتبعوا السبل. قال لك ما تتبع السبل. السبل دي الطرق ذات السمانية والتحانية والخطبية والأخوان المسلمين والتحرير والخوارج والدواعش وغيره بن لادن وقاعدة غالوا دي السبل تسلك